يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ الجو حر جدا، وبصراحة مفيش حاجة ترطب على القلب غير الايس كريم. عشان كده النهاردة عملت لكم شوية ايس كريم، تشكيلة خطيرة. عملنا كذا نوع، بس ايه والطعم حكاية. يلا بسرعة نشوف الطريقة. اول حاجة معايا 200 جرام من الشوكولاتة، سواء تستخدميها شوكولاتة بالحليب او شوكولاتة دارك زي ما بتحبي. تمام كده. اللي انا مستخدماها كانت شوكولاتة دارك. تمام. هبتدي بقى ان انا ارفع البول على حمام يعني ميه. وابتدي ان انا ادوب الشوكولاته كويس جدا. اهم حاجه الميه ما تكونش بتلامس البوله. تمام كده عشان ما تتكسرش. وبعدين هبتدي بقى ان انا ادوب فيها، يعني افضل اقلب كده الشوكولاته وادوب فيها لحد ما تدوب تماما. انزل عليهم بكوبايه من اللبن المكثف المحلى اللي عاملينه في البيت. فاكرين الفيديو لما نزلت لكم اللبن المكثف وقلت لكم جهزوه؟ مش قادره اقول لكم. معانا هو هنستخدمه في الايس كريم النهارده وقوامه ممتاز. هبتدي بقى اني انا خدت كوبايه منه وحطيتها على ال 200 جرام من الشوكولاته بعد الذوبان. هبتدي بقى اخدها وارفعها كده من على النار، وابتدي اجهز هنا في البوله كوبايه ونص من الكريم شانتيه خام بدون سكر. تمام كده. مش محتاجين خالص ان احنا نضيف سكر في الكريم شانتيه، لان سكر كده الايس كريم هيبقى عالي قوي. فاحنا عايزين نعمل ايس كريم مظبوط، ويكون قوامه مظبوط وطعمه وسكره يكون حلو جدا في نفس الوقت. يعني ما يكونش زايد قوي عن حده. عشان كده نستخدم الكريم شانتيه خام بدون سكر. هبتدي بقى اضرب بقى ايه، اضربه بقى كويس جدا لحد ما القوام معايا يتضاعف بالشكل ده. كده معايا خلاص الكريم شانتيه جاهز. هبتدي بقى بعد ما خلاص الخليط ده هدي تماما وبقى هادي مش سخن خالص. تمام. هبتدي اخد جزء جزء من الكريم شانتيه واقلبه فيه. خطوات سهله وبسيطه جدا جدا، هتعملي احلى ايس كريم حرفيا يا جماعه. هبتدي بقى اقلب بقى، وابتدي انزل برضو جزء تاني. كل خطوه يعني بنزلهم تقريبا على مرحلتين او على ثلاثه. تمام عشان يبقى سهل ان احنا نخلطهم على طول. طبعا نقدر نعمل الخطوه دي في العجان، مفيش اي مشكله لو انت حابه تستخدمي، بس هي الحكايه مش مستاهله. هو يعني سهل وخطواته سهله جدا وبسيطه، فعملته على طول بالمضرب اللي هو اليدوي. هبتدي بقى انزل باقي المقدار، وبرده هعمل نفس الخطوه كده. تمام. واقلبهم بقى كويس جدا لحد كده. تمام. نقدر نستكفي او تقدري ان انت تستكفي بالمرحله دي وتحطيه في علبه وتحفظيه في الفريزر لحد بقى ايه اما يجمد. لكن انا بحب اعلي التيست بتاع الايس كريم. فهضيف له معلقتين شوكولاته. تمام كده، اللي هم بديل النوتيلا اللي انا قلت لكم عليها قبل كده. دريم هي دي اللي انا بستخدمها. تمام كده. حطيت منها معلقتين كبار، وابتدي بقى بالمضرب الكهربائي اضربهم بقى كويس جدا عشان اتاكد ان هو اختلط تماما. طبعا نقدر بقى نضيف يعني في الخليط الايس كريم وهو كده قطع من البندق، قطع من عين الجمل. نقدر نضيف اي مكسرات، نقدر نضيف بسكوت. ضيفي اي اضافه انت حباها، وهو القوام الايس كريم بالشكل ده. تمام. انا بقى استكفيت ان انا اضيف كده شوكليت شيبس كده من على الوش. تمام كده. وحطيته خلاص بقى في العلبه، وهغطيه كويس جدا. اهم حاجه العلبه تكون محكمه الغلق عشان ما تعملش تلج. تمام. وهبتدي بقى ان انا اقفلها كويس جدا جدا. ما تعمليكيش تلج من فوق، يعني يبقى فيه رواسب ميه وتعمل تلج من فوق. وهحفظه في الفريزر. هنا بقى تعالوا نعمل معانا مع بعض ايس كريم الفانيليا. 300 جرام من الشوكولاته البيضاء. تمام كده زي ما انتم مش شايفين، هفضل اقلب فيها كده لحد ما تدوب تماما. وهبتدي هضيف عليهم كوبايه وربع من اللبن المكثف. كوبايه وربع. تمام كده. اللي احنا برضو عاملينه في البيت. وابتدي بقى اقلبهم كويس جدا. اول ما الخليط الاقيه بقى خلاص يعني اختلط كده مع بعضه وبقى قوامه ممتاز كده، خلاص تمام معايا. هركن بقى البوله دي كده على جنب، هسيبها تهدى تماما. هنا بقى معايا كوبايتين من الكريم شانتيه الخام، عليهم كوبايتين من الميه المثلجين. تمام كده، او كوبايتين تقريبا. يعني تقريبا كوبايتين ونص من الميه في الحوالي دي. يعني انا اول حاجه ضفت كوبايتين من الميه. تمام كده، على كوبايتين كريم من الشانتيه الخام بدون سكر. وهضيف كمان فانيليا. بعد ما ضربتهم لقيت قوام الكريم شانتيه كان تقيل شويه، فضفت عليه نص كوبايه من الميه بالتدريج لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. تمام كده. وبعدين ضفت له فانيليا نص معلقه ربع معلقه عفوا صغيره من الفانيليا. تمام كده. وضربته بقى كويس جدا، سواء تستخدمي الفانيليا بودر او تستخدميها سايله. المتاح عندك تقدري تستخدميه. بعد بقى ما ضربت بقى القوام كله. تمام كده.
ده القوام اللي احنا عايزينه للكريم شانتيه. هبتدي بقى اخد من الكريم شانتيه على الخليط الشوكولاته واللبن المكثف. تمام، واقلبه بقى كويس جدا بالراحه خالص، ونقلب نقلب يعني المقادير كده مع بعض، وبالراحه نقلب الايس كريم. اهم حاجه ان احنا في الاخر ندوبهم كويس جدا تماما في خليط اللبن المكثف والشوكولاته. بعد بقى ما هقلبهم بقى كويس جدا واخلص المقدار الكميه عندي كلها. تمام، ما شاء الله عمل لي كميه ومقدار كبير جدا. يعني عايزه اقول لكم ان البوله اصلا ما بقتش عارفه ان انا اقلب فيها، فنقلتهم بقى في البوله الرئيسيه بتاعه الكريم شانتيه، لاني كانت اكبر عشان اقدر ان انا اقلب براحتي. تمام، بعد بقى ما خلاص قلبناهم كويس جدا هضربه كده يعني بالمضرب برضو. وضفت برضو معلقتين، زي ما قلت لكم ضفت معلقتين، هضيف معلقتين من الشوكولاته البيضه اللي هي برضو زي النوتيلا وبديل النوتيلا. تمام كده، ضفت منهم معلقتين كبار عشان تعزز لي النكهه. وضربتهم كويس جدا برضو بالمضرب الكهربائي لحد ما اتاكدت ان هم يعني دابوا تماما. ما شاء الله عمل لي مقدار حلو قوي قوي، يعني كميه ومقدارها جميل جدا. هبتدي اول علبه دي اعملها بالفانيليا ساده خالص. هبتدي ان انا اول حاجه هضيف فيها الايس كريم. تمام كده، واقفلها بقى كويس جدا، وبكده نكون جهزنا ايس كريم الفانيليا مع بعض. هنا بقى قسمت الكميه بتاعت الايس كريم اللي باقيه على جزئين. في بوله حطيت فيها اللي هو البوريو، او طبعا اللي هو بديل الاوريو. تمام كده، حطيته فيها بالشكل ده، وبعدين حطيته في علبة صغيرة. وهضيف برضو من فوق بالشكل ده منه من البسكوت، وبرضو طعمه حلو جدا. انا حابة ان انا اديكوا افكار. وهنا برضو ده بسكوت عادي جدا انا مكسراه. تمام كده، بسكوت شاي عادي خالص مكسراه، وحطيت عليه 3 معالق كبار من مربى الفراولة اللي احنا عملناها مع بعض، المربى البيتي. تمام كده، واقلبها بقى كويس جدا جدا لحد اما ايه اللون بقى، يعني هياخد لون اللي هو اللون الفانيلي، اللون الفراوله الفاتح ده. حلو قوي اللون البينك الفاتح. وبكده خلاص برضو ده هيكون جاهز معايا. يعني انا هنا عملت تارت تارت فراوله. تمام كده، حطينا مربى فراوله وحطينا بسكوت عادي، عملنا تارت فراوله بالايس كريم الفانيليا. خطير برضو يا جماعه وطعمه تحفه. وحطيت من هنا كده صوص فراوله جاهز من السوبر ماركت. تمام كده، وابتدي برضو اغطيها واحفظها في الفريزر. تسيبيهم بقى 12 ساعة، تسيبيهم 8 ساعات زي ما تحبي. انا عن نفسي سبتهم ليلة كاملة. يعني انا عملتهم من بالليل وسبتهم في الفريزر، وتاني يوم بقى ابتديت اني انا يعني ان انا اقدم منه. تمام، فتحت بقى العلب كلها، مش قادرة اقول لكم على جمالهم. جمالهم، طعمهم حلو قوي. كل واحدة وكل يعني كل نكهة ليها طعمها الجميل التحفة بصراحة. هنا دي الفانيليا، عايزه اقول لكم حلوه جدا. وكمان تارت الفراوله خطير. وكمان ايس كريم الاوريو او البوريو. تمام كده، اللي هو البديل. حلو قوي برضو، جميل جدا جدا جدا. والشوكولاته لا يعلى عليها، خطيره. والفانيليا حلوه قوي. عملناهم بمكونات سهله وبسيطه، عملنا كميه كبيره مش كميه صغيره. فرحي ولادك بيها واعمليها لهم في البيت. ويعني يعني حاجة خطيرة، والأولاد هيفرحوا بيها جدا. جبنا بقى بسكوت بالشكل ده وعملناه كده بشوكولاتة من فوق. خطير، وحطينا فيه بقى بولة الآيس كريم بالشكل ده، ونقدر كمان نحط صوص شوكولاتة. تمام، وبرده نقدر برضو هنقدم برضو التارت الفراولة حلو جدا. الآيس كريم جميل جدا، طعمه خطير. انا عايزاكم تجربوه، جربوا الطريقة ومتأكدة انها تعجب اولادكم جدا. هبتدي بقى ان انا اقدمه لهم بقى في بسكوته بعد ما وريتكم كده في طبق اما حطينا البولات مع بعض. هحط بقى في بسكوته. خطير يا جماعه، خطير، احلى ايس كريم. يعني تكليف البيت واحلى بكتير من بره. وقوامه حلو قوي وطعمه خطير، جميل جدا. هنطلع بس العلب 5 دقايق تهدى كده بره من الفريزر، وبعدين ابتدي ان انا استخدمها. طبعا بجهز كوبايه فيها ميه مغليه. تمام كده، وببتدي ادخل فيها معلقه الايس كريم، وابتدي احط فيها الايس كريم على طول. شايفين الجمال؟ تحفه. ولا الطبق ده خطير؟
قدميه بالطريقه اللي انت تحبيها. انا عن نفسي طعمه عجبني جدا وكان حلو جدا جدا. وبكده تكون خلصت وصفه النهارده، بتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وعجبتكم الطريقه. باي باي، انتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده. باي.